علمنا علم، جانا علم بما حصل بين ريمه وقيفه، والقبائل كلها اخوه في كل حال. نعم. لو ما عاد القبيله في اليمن قد احنا من طاقه لا طاقه، ولكن عاد القبيله ذي تسد وترد، وذا محكم قال وذا عفا وذا شل وذا حط. على كل حال القبيله عسري عند اهلها ومن يعرفوها ومن يمشوا على شروعها وفروعها ما هم قبيله تقبيل. القبيله عادت كما بشرع الله بدت وشبالها حي الداعي الصوت المجيب، والقبيله كانت ولا زالت كما ما زلزلت، وحيث ما حلت يحل الحق والباطل يغيب. جيناكم باسمنا وصفتنا الشيخ البشير بن عبد الرزاق بن احمد بن سنان حزام عبيد، قبيله عنس بن اسعد الكامل كعبه القبيله، رئيس مؤسس قاعه الصلح القبلي. جينا قال العبيدي بقول باسم القبيله، وبعد ما صلي على طه الحبيب بكتب قصيده كلها ضرب امثله، واحاول اجعل من كل متباعد قريب، والشعر حكمه والعرب تتداوله، وهل لمن في الحكمه الطارف اديب باقي علينا دي نقوله نعمله، والراقب الله المحاسب والرقيب، ونشهد ان الرمح يطعم بوله، والحضرمي يعرف وعاده في العسير، والعنف عمره ما يحل المشكله، والقوس الاعوج مستحيل انه يصيد. يا صاحبي سجل قصيدي وانقله واسمع نصايح طيبه من اصل طيب، روى الحليم النجد مره وزهره، والثانيه يحتاجها وترك وسيب، وياك تسمع للكذوب وتقبله، الكذب يفضح صاحبه باول تريب، وعفيه وسامح والسفيه يتحمله، وكل سيء باد له بالسوء طيب، والباب دي باجل بالشر قبله، باتوا كل خديه بلا منت ذيب. واذا شصرت انسان بيت مساله نصيحتي لا تستشير الا لبيب، وفي الامور القاسيه والمعضله اسال مجرب قبل ما تسال طبيب، رزق المضمون لا تستعجله، اصبر على حوش النب تلقى زبيب، وياك تندم على شيء توكله، دنيا عجيبه والطمع باطل عجيب، وذي يحصل صاحبك ولك وله، لا تحسده وتعامله مثل الغريب، ونشي وقع لك لا تقلد يا وله، وتحاكي العالم من اخشام القصيد، والشخص ذي ما تعرفها لا تجهله، وفي المعارف كل واحد له نصيب، هنيت له من هو غبي هنيت له، يعيش طايش في شبابه، والمشيب لا قلت له مخطي، ضرب لك امثله بينك وتك مخطي ولا وحدك مصيب، لا يعرف الصايب ولا يرتاح له، ولا دعوا المصايب يستجيب، الشيخ ذي يملك صفات المرجله، وتحصله دوما مع اصحابه قريب، اذا حضرت تضمن حلول المشكله، وان غاب تضمن طلعته بعد المغيب، رجال عاقل ما يحب المعقله، والصدق ذي خلاه في قومه نقيب، والحر ما يرضى لحد البهدله، والجيد في وقت الشدائد ما يخيب. قال والجيد في وقت الشدائد ما يخيب، واقول لكم ايش عندي اكبر مشكله فسالة الصاحب وتقدير النسيب، والداء لا قد حل ما يستأصله الا الكلام الزين والفعل النجيب، وغبني على يمشي يدلو بالمفسله، ما بايع رجال وهو دايم يعيب، والفصل تبقى نظرته بين رجله ما يذكر امه ذر منها حليب، وصار يقول حي الله من سمع. جيناكم عونكم واخوتكم وغرامه وهجامه، وعلى كل حال قدر وتقدير لقبائل ريمه، عنهم الشيخ علي الضبيبي اللي هو راس من كبار ريمه، ورجال مقدام وصاحب وجه وصاحب جهد، واحنا عونه واخوته بالمال والرجال والعتاد والزاد والزناد، ويابا عليه يابا، وذا اصحاب قيفه دا معبر النجا بالمراغه ذي قدامهم شيمه وقيمه محمد بن عبد الله لا قبره، بحكم ان الشعره بقبيله، وما تسوى عندي خساره صاحب العالم من بعدها بحذافيره، وذا علمي وسلامتكم.